عندنا الدور بتاع الاستاذ شعبان هنستأذنه. معانا الاستاذ اسماعيل محمد زعيم نائب رئيس حزب الجد، واحد هيتكلم الان بصفه تصويريه، واحد المتضررين من مشروع امن الدوله والفضائيات قبل الثوره. اتفضل استاذ اسماعيل. الأستاذ إسماعيل محمد إسماعيل نموذج حي على أن مصر لم يتغير فيها شيء، فقد تعرض للغبن والظلم قبل الثورة وتعرض لها أيضا بعد الثورة، وهو يشرح قضيته ومعاناته في إنشاء قناة فضائية، فليتفضل مشكورا. العمل الكريمة. طبعا مش هتطرق الموضوع محاضرات التلفزيون الاعلام. يعني انا كنت من الناس اللي امتلك قناه التلفزيون سنه 2001 لحد سنه 2009، وكان اتقفلت المحطه ديت، كان بتعليمات من امن الدوله على هيئه الاستثمار، ورجعنا تاني يعني بقنوات فضائيه والكلام ده كله. كان يعني مرحله كانت منتهيه. العجيب ان نفس المرحله دي بتتعاد بعد الثوره تاني، بتتعاد بمنظومه فكريه ما زالت فيها جزء من الارهاب، بيكون بيديروا اكتر هيئه الاستثمار، المنطقه الحره الاعلاميه، وبما يكون معاها دايما بيكون النايل سات او اداره النايل سات بيكون بيتكلموا مع بعض كتير. فخلينا يعني ده جزئيه المحاضرات، خلينا نتكلم شويه بس في يعني كصيغه الحزبيه موضوع السياسه اكتر. احنا ما اظنش حد فينا راضي عن الوضع الحالي اللي موجود في مصر، محدش فينا راضي عن الانقسام اللي بقى موجود النهارده ما بين الشعب. مش هقدر اقول ان احنا بنتكلم عن الانقسام اللي هو ان احنا كشعب مصر منقسم على بعض، لكن اصبح في جزء كبير جدا اللي هو بيؤيد كان التيار الاسلامي او ما زال هو الاسلام السياسي. واحنا كلنا يعني احنا بلد اسلاميه، احنا ما عندناش تفرقه في الجزئيه دي، لكن اصبحنا واقفين في النقطه ان انا النهارده مسلم وانا بتفرق، وده كان شيء غير مقبول اول فتره اللي احنا عايشين فيها. خلينا نرجع شويه للجزئيه الاخرى، وهي الجزئيه اللي بقى لنا 3 4 ايام فيها. احنا في مصر النهارده داخلين على حاله من الفوضى العارمه. الفوضى ديت النهارده يا ترى مين اللي هو يعني كان الاول بنقول انه في طرف ثالث، اظن احنا في سنتين وشفنا هو الطرف الثالث. في الوقت الحالي اظن كلنا بقينا عارفين ان هو الطرف الثالث وهم الاخوان المسلمين، واللي هم كانوا موجودين فعلا اليوم موقعة الجبل، واللي نشهد عليهم بذلك ان هم من موقعة الجبل وكانوا موجودين فوق الاسطح والعمارات، وكان في تعاون ما بينهم وبين، ومن الواضح بمعلومات بعد كده ان في تعاون بينهم وبين افراد المجلس العسكري، نوع من التواصل معين ده ملوش علاقه بالجيش، عشان انا اقصد بس ما بين الجيش ونتائج الجيش المصري وبين بعض القيادات التي كانوا موجوده في السلطه، ولكن ربنا ما كرمهاش انها وصلت للسلطه فخلوهم منهم. يعني نتكلم بصراحه، احنا النهارده مين في مصر راضي عن حاله من النهارده الاداره موجوده عند الجيش، عندنا قضيه في الشوارع، عندنا كذا، عندنا اعتصام في بورسعيد. يعني ضرب مثل حي ان احنا ازاي يا ريت كان كل عندنا 7 محافظات بس عملوا نفس الشيء في بورسعيد، اظن كان في حاجه هتفرق كتير جدا الفتره اللي فاتت. احنا مشكلتنا ان احنا بننزل وندعو للمياه، بننزل ونجد نفسنا في الاخر ان احنا الناس بتروح من عند الاتحاديه او من التحرير، مفيش الضغط الشعبي اللي كان موجود ايام الثوره الاولانيه. 18 يوم اللي احنا قعدناهم او غالبيتنا قعدناهم في مكان التحرير مش موجودين في الوقت الحالي، الروح دي ما بقتش موجوده، الناس بتروح الاخوان عندهم فكر معين، ويمكن انا اتعاملت مع جزء كبير جدا من الاخوان او لما بعد كده مسؤولين نفسهم كانوا القرار عليه، لكن وهم اختلفوا يا جماعه اختلاف كذا. الناس دي كانت ناس طيبين جدا جدا في تعاملاتهم، ما كانش عندهم اي ازمه ولا عندهم مشكله في حاجه، وكان نفسهم ان هو يعني لهم دور رسمي، يعني دور ونطاق سياسي يشتغلوا منه. الغريب من الامر هو بعد ان هو النهارده وصل لهذا الحكم ده مدى التعالي ومدى التحكم والتدبر اللي موجود فيه. يعني يمكن في العمليات الخصوصيه النهارده عندها فيها ناس الكلام اللي بيقولوا عليه ده. فيعني انا اتمنى ان احنا بس نصل لنفس الروح بعد 18 يوم اللي قدامنا التحديد. لو وصلنا هنقدر ان احنا النهارده نصور على هذا الحكم الدستوري اللي هو
الاخوان المسلمين اللي هو عمره ما كان مكتوب في تاريخ مصر هم يوصلوا بخلاف ان هم عندهم هدف حسن البنا وكلنا عارفين هذا الاساس وان هو مكملين فيه دستور فعلا. لكن هل النهارده مصر هي يتحكم فيها 3.5 مليون شخص منتمين لجماعه الاخوان المسلمين كابناء وبخلاف المنتخب كابناء؟ هل هم مصر النهارده لو سبق الاخوان هل هنكون راضيين النهارده عن حكم السلفيين والجهاديين؟ اظن ان احنا مش هنكون قابلين ده. احنا بلد النهارده اسلاميه مدنيه، ما اظنش حد عاوز يتنازل عن هذا الاساس. مفيش حد النهارده عاوز زي ما حصل في اسيوط النهارده ان ينزل الناس تقول لك الناس لا انت تروح بتاع الداخليه وانا هقف بدالك. ده شيء غير منطقي. مفيش حد راضي النهارده عن نائب عام النهارده طلع وقال تصديه قضائيه ممكن توصلنا حرب اهليه، والعديد في الامر ده الجريده القوميه زي الاهرام بتنشرها امبارح في اول صفحه والنهارده يقول لك لا والله النائب العام كذب هذا الخبر. احنا عندنا حاله تضارب في القرارات رهيبه جدا، تضارب من اول راس البلد ورئيس الجمهوريه في قراراته لحد نائب عام في قراراته، وزير قراراته، رئيس وزراء في قراراته. عندنا ازمه كبيره جدا. الازمه دي مش هيطلعنا منها غير التلاحم بيننا وبين بعض، لان القوى السياسيه النهارده انها تقدر تقعد مع بعضها على طاوله واحده من غير ما كل واحد فينا يكون يفكر في اهواء شخصيه او في اتجاه معين. لو شلنا الكلام ده لفتره بس معينه كده او يعني بس ركناه شويه اظن ممكن نعمل حاجه كويسه في مصر. الخلاف ده ما اظنش هيبقى في حاجه هتتغير. اخوان الدوله طالعين تخيل للشعب اللي اتاجلت الوصف في المحكمه هتتعمل، وهنلاقي برضه ان الاخوان هم الموجودين في المجلس. حتى لو احنا نزلنا ما قطعناش برضه هنلاقي ان هم عندهم تكتل كويس جدا جوه بالتزوير باي شكل اخر برشاوي معينه. انت محتاج النهارده ان الشعب المصري نفسه ان هو يبقى عنده ثقافه ديمقراطيه. لازم النهارده يكون ثقافه ديمقراطيه. واحد زي دي هو منتخب لما ينزل ينتخب هذا الشخص اللي بيمثله 4 سنوات في مجلس الشعب دوره 5 سنوات اسف، يبقى هو النهارده جوه عارف الراجل ده بيعمل ايه. لكن المشكله انت النهارده بينزل ينتخب واحد هو مش عارفه عشان هو مجرد ما زلنا وما بنتكلمش على الحكومه بس كمان على احنا كاحزاب كقوى سياسيه كمستقلين. لغه المال ما زالت مسيطره على الانتخابات وعلى المجالس النيابيه زي ما كانت مسيطره برضه ما فين في انتخابات الرئاسه اللي فاتت برضه كان نفس الموضوع. فيعني عشان نعدي بس الكاميرا اللي احنا فيها دي يعني اتمنى ان احنا نعمل شويه حاله من التلاحم ما بين القوى السياسيه وبين المواطن اللي هو البسيط اللي في الشارع.